أظهر الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد رد فعله عقب انتصار فريقه في أول مباراة يخوضها بالدوري الإنجليزي بعد رحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو. بعدما خرج رونالدو في تصريحات نارية بشهر نوفمبر الماضي لانتقاد النادي الإنجليزي وإدارته، مؤكدا على عدم احترامه لتين هاج، ليقرر الشياطين الحمر التخلي عنه وفسخ عقده بالتراضي. وبعد فوز مانشستر على نوتنغهام فورست بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء، صرح المدرب الهولندي للصحفيين قائلا: تركيز الفريق الرئيسي كان على العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد دون النظر لأي أشياء أخرى. وأضاف: أنا لا أنظر إلى الوراء، فقط أنظر نحو المستقبل، ورونالدو هو من اختار الرحيل ولم يعد جزءا من الفريق، ونحن الآن نتطلع إلى الحياة من دونه لأنه صفحة من الماضي. وكان المدرب الهولندي سببا رئيسيا في غضب رونالدو الذي تحول تحت قيادته لبديل منذ بداية الموسم. وجدير بالذكر أن فوز الشياطين الحمر جعل الفريق يحتل المركز الخامس بالدوري الإنجليزي ب29 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.